ننتقل الآن إلى مباراة فرنسا والمغرب بعد يومين فقط. هل هذا الربع النهائي أصعب من الدور قبل النهائي قبل 4 سنوات في قطر، حين التقيا أيضا المدير التقني المساعد للمنتخب الفرنسي غي إيتيفان يتحدث عن تطور المنتخب المغربي؟ المدير التقني المساعد للمنتخب الفرنسي يتحدث عن تطور المنتخب المغربي. أرى أنهم يعملون بجد ويوفرون الإمكانيات اللازمة. لقد تطوروا كثيرا، لدينا لاعبون منهم في الدوري الفرنسي، فربما نعرفهم أكثر من غيرهم. ديتشور، هذا منتخب وصل إلى الدور قبل النهائي، ورغم تغيير المدرب حافظ على قوته الجماعية. تعادلوا مع البرازيل وفازوا على هولندا. هذا مستوى رفيع حقا. إنهم ينافسون كبار المنتخبات الأوروبية وحتى جنوب أمريكية. أوليفي هيرويي، هل تتفق مع غي إيتيفان حول قوة وتطور المنتخب المغربي؟ هل الاختبار حقيقي هذه المرة؟ نعم، اختبار حقيقي. كثير من اللاعبين المغاربة يلعبون في أوروبا ويخوضون دوري الأبطال. العمل المقدم هناك مميز، وهم في صعود مستمر. التوازن داخل الفريق جيد، والمدير التقني الجديد بنى على أسس سلفه. هذا منتخب متماسك حقا، بل مبهر. قد يكون أصعب من 4 سنوات، لأن الجماعية أقوى والتجربة أعمق. سيجب أن نكون في أفضل مستوانا. أمبر، لاحظت رد فعلك. هل أصعب من 4 سنوات؟ لست متأكدة. أقوى من 4 سنوات، نعم، لكن أصعب لا. لا يجب أن ننسى أن فرنسا آنذاك كانت في عناء. كانت المفاجأة المغربية تضغط عليها، ونجت الزرق بصعوبة. أصعب من 4 سنوات؟ هذا يتجاهل أن فرنسا فرضت نفسها ب40% فقط من الاستحواذ. لم يكن الأمر سهلاً أبداً، لكن المغرب اليوم أقوى وبات بطلاً حقيقياً. لم يعد ينتظر دفاعياً، بل فرض هويته. لديه لاعبون كبار في كل خط. كان مرجعاً مع إسبانيا والبرتغال. الآن ينافس هولندا بثقة ويوزع 800 تمريرة. كيف أقول؟ إنهم يسجلون كل فرصهم تقريبا. إنهم فتاكون. فتاكون؟ ربما. نعم، فتاكون. لست متأكدة. لكن فاعليتهم مطلقة. هذا منتخب ناضج ومستواه رائع أمام الكبار. سيكون تحدياً حقيقياً للزرق، لكن الزرق أيضاً نضجوا. سيكون لقاء شيقاً. كما قالت أمبر، المغرب كان مفاجأة قبل 4 سنوات. الزرق دخلوا ذلك الدور قبل النهائي متقدمين بمركزهم، وانتهوا بالفوز 2-0، لكن المغرب ترك بصمته بعد ذلك اللقاء. ماركا أكدت أن حضوره لم يكن مصادفة، وأنه كان أهلاً للمنافسة أمام ميسي ورفقائه رغم هدف فرنسي مبكر سنعيد تذكيركم به مع تيو هيرنانديز، ثم هدف ثان لكولو مواني. في نهاية اللقاء لم يبدو المغرب مرعوباً. ربما افتقر لاعبو ريغراغي إلى بعض الخبرة، لكن أسود الأطلس غادروا برصيد ثمين. بلجيكا وإسبانيا والبرتغال. واليوم يعود المغرب بمكانة مغايرة. القائد السابق عبد السلام وادو يؤكد: كنا سعداء بالتأهل، أما اليوم فنحن لا نكتفي بالمشاركة، بل نريد الذهاب حتى النهاية. المغرب تطور كثيراً في كل المجالات، وهو أول منتخب أفريقي قادر على الفوز بكأس العالم. الديوك سيواجهون مغاربة فاتحين ومتحررين يوم الخميس. بعض أرقام مباراة 2022: فرنسا لم تحز إلا 40% من الاستحواذ، وأطلقت تسديدات أكثر، لكن خاصة في الشوط الأول، وارتكبت مخالفات أكثر. فانتباه، هذه المرة أمام المغاربة.
أوليفييه، قلت قبل قليل إن فرنسا تطورت أكثر مما تطور المغرب. هل ترى أن فرنسا هي من تحدد مجرى المباراة؟ نعم، ولذلك أرى أن الأمر سيكون أيسر الخميس مما كان قبل 4 سنوات. أولاً لأنه لا مجال لعنصر المفاجأة، فهذا المغرب بات معروفاً ويتقدم بعيداً في كل البطولات، وأرى أن فرنسا أقوى بكثير مما كانت. قبل 4 سنوات كان الرد عليها بخطة ضد مبابي فقط. اليوم يجب التصدي لمبابي وديمبيلي وأوليسي وباركولا وأودو. هذا يجعل الأمر أشد تعقيداً، وأرى أن المغرب كان أمتن دفاعياً قبل 4 سنوات مع محور مركزي صلب محمي جيداً بالوسط. الدفاع لا يزال جيداً لكنه أقل متانة، وغياب صيباري في الهجوم إن تأكد فهو خسارة حقيقية للمغاربة. في 4 سنوات تغير الفريقان كثيراً. إليكم تشكيلة 2022 ومن خط بالأصفر سيكون أساسياً الآن. شواميني مشكوك فيه، أما هيرنانديز فكان حاضراً، غير أن أساسيته غير مضمونة أمام المغرب. إذن تغيرت الفرق كثيراً. 9 فرنسيين فقط في المجموعة الحالية كانوا حاضرين عام 2022 و8 مغاربة كذلك، وهذا يعني تجديداً واضحاً في كلا الجانبين لهذه النسخة من 2027. ننتقل إلى جيوفاني كاستالدي مع جيريمي جانينغرو من الولايات المتحدة. جيوفاني، هل ترى هذا الربع النهائي الأصعب على فرنسا حتى الآن؟ من الصعب القول مقارنة بما عشناه أمام الباراغواي. لا أعرف، لكن مباراة السنغال كانت أولى مباريات دور المجموعات بما يكسبها طابعاً نفسياً مختلفاً. أما في مرحلة الإقصاء فالمغرب هو الأشد خطورة، وأنا فضولي لأرى كيف نتعامل مع وسطهم، لأن ثلاثي الناناوي وبوعدي وأوناهي قوة حقيقية في هذا المونديال. أوناهي أثبت نفسه منذ 2009، وأنا أتساءل كيف سنواجههم، لأن المغرب يريد أخذ ثأره ويحمل رغبة شديدة في هزيمة الديوك. لذا أظن أن الأجواء ستكون متوترة جدا أمام فريق سيكون عاليا تقنيا وكبيرا في حجم العمل والشدة. إنه ماتش مثير جدا. بينو تريموليناس، قبل 4 سنوات كان المغرب يلعب بحافلة منظمة. الآن الصورة مغايرة. هل قد يفيد ذلك الديوك؟ بالتأكيد، أتوقع مباراة مفتوحة وعالية المستوى من الجانبين، فهناك لاعبون استثنائيون. الوسط الثلاثي لوناهي وبوعدي والناناوي رهيب وهم رماح. الهجوم المغربي، لكن غياب صيباري نقطة سلبية كبيرة للمغرب. وإن تذكرت مباراتهم ضد هولندا، فالمغرب لا يريد الانتظار والدفاع، فالهجوم والسيطرة على اللعب بات جزءا من هويتهم. كان المغاربة يركزون على بناء اللعب، وكان الفراغ واسعا خلف ظهورهم. وهولندا مع كل الاحترام لديها غاكبو وسومرفيل، هؤلاء ليسوا مبابي ولا كمثل دويه أو باركولا. لذلك أرى أن هناك فرصة حقيقية لفرنسا خلف الدفاع المغربي، وربما سيكون هذا المباراة أكثر انفتاحا من مباراة الباراغواي.